داخل منطقه الجزاء في منطقه الخطوره. يا سلام يا عبد الواحد، يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الواحد يا سيد. مش ممكن مش ممكن. عبد الواحد السيد انقذ مش فرصه، انقذ هدف، انقذ هدف. شوف اللعبه، شوف اللعبه. كان معاه هاني سعيد ويعني بغرابه شديده حطه في ظهره وسدد. صعبه جدا، صعبه جدا 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 جدا. يا سلام يا عبد الواحد. ضربه ركنيه لافريكا سبور، وادي العرضيه داخل المنطقه وعبد الواحد مره ثانيه. نشاط ملحوظ، نشاط ملحوظ. نخلي بالنا، نخلي بالنا. ثالث ضربه ركنيه في المباراه لنادي افريكا سبور، والثلاثه في الشوط الثاني. ضربه ركنيه بالقدم اليمنى، دالا كوليبالي او عبد الله كوليبالي، عرضيه لكن على الايمن قريب عمرو زكي. رابع ضربه ركنيه. ويعني شوف لاعبي او اللي بيسخنوا خلف مرمى عبد الواحد بيستثيروا الجماهير وبيشجعوا طبعا. اول مره نحس بالضغط من الفريق الايفواري افريكا سبور. وادي العرضيه عبد الواحد، ضربه البوكس على طول. ضربه ركنيه 5، ضربه ركنيه 5. وبدا الضغط يتواصل على نادي الزمالك بدري جدا، بدري جدا الضغط ده. يعني ما كناش عايزين الكلام ده يحصل في البدايات، ما كناش عايزين الكلام ده يحصل في البدايات. شوف طبعا الستاره اللي عاملينها على عبد الواحد ده، طبعا لازم المدافعين ياخدوا بالهم. ادي العرضيه ثاني وعبد الواحد السيد في الخطوره. وهنا هدف ولا ايه؟ هدف اول لافريكا سبور. هي الستاره اللي قلنا عليها، الستاره اللي عملوها. خبوا الكوره على عبد الواحد السيد وحصل بقى حاجات وقواع داخل منطقه الجزاء. قلنا خلي بالك، خلي بالك. سوماليا فيلم، سوماليا فيلم المدافع سجل اول اهداف افريكا سبور. خلي بالك، خلي بالك نادي الزمالك. يعني الكرة اللي فاتت دي كان عبد الواحد مش شايف الكوره، كان عايز يطلع للكوره، كان عايز يطلع للكوره، لكن طبعا يعني خلاص بقى مش هنتكلم في اللي فات، نتكلم في اللي جاي ان شاء الله. تشوف اللعبه مره ثانيه. ادي العرضيه، شوف عبد الواحد السيد داخل منطقه الجزاء مش عارف يطلع للكوره. وهنا 3 داخلين مع عبد الواحد. مدافعي الزمالك واقفين لوحدهم مش عارف ليه. لازم مدافعي الزمالك يبعدوا المهاجمين عن حارس المرمى. طبعا داخل منطقه الجزاء بيحصل احتكاكات وحاجات هنا وهنا. اتمنى طبعا نادي الزمالك يتدارك الامور. وعلى فكره نادي الزمالك لو ضغط ان شاء الله هيسجل، ان شاء الله هيسجل.